الرئيس التنفيذي جاب سيدة وزنها 400 رطل لأفخم صالون تجميل في المدينة، وطلب من أفضل مصفف عندهم توني إنه يعمل لها تغيير شامل. لكن الأمور ما مشيتش زي ما اكسبكتد. مهما لبست، شكل جسمها كان بيخلي كل حاجة تبان غريبة ومش لطيفة. الرئيس التنفيذي ما كانش قادر غير إنه يهز راسه بخيبة أمل ويقول لنفسه إنه مش قادر يتحمل أكتر من كده. لما جربت السيدة لبسها رقم 100، ما قدرش الرئيس التنفيذي يمسك نفسه وقال لتوني بتعالي. يا رب جسمها ووشها ينشفوا في 3 أيام. توني انصدم. ده مستحيل، قالها باندهاش. لكن الرئيس التنفيذي ما كانش فارق معاه. حذر توني، لو مش قادر هلاقي حد يقدر يعملها. ما كانش قدامه غير انه يوافق. فبدأت السيدة رحلة صعبة للتغيير، مش من باب الغرور لكن من باب الانتقام. هي عايزة تحاسب 2 غدروا بيها، جوزها وصاحبتها المزعومة. من ايام صاحبتها شاركت في مسابقة غنائية كل الناس مستنينها. صوتها الملائكي فاجأ الجمهور وكسبتها ميدالية ذهبية. لكن مفيش حد يعرف الحقيقة. الصوت اللي كل الناس بتحبه مش صوتها، ده صوت السيدة دي. هي غنت كل الأغاني وراء الكواليس، وهي واقفة هناك عبقرية حقيقية. كانت مؤمنة إن وجودها في الظل هيساعد جوزها وصاحبتها يحققوا نجاح، وفي المقابل هي وابنها يقدروا يعيشوا حياة سعيدة. لكن كان عندها فكرة خاطئة. بقالها مدة صاحبتها على علاقة بجوزها، مش حد يعرف. هي خطفت الأضواء بصوت السيدة دي وطلعت على طريق الشهرة. الخيانة ما وقفتش عند ده. في حفل الجوائز بتاع الشركة، الرئيس التنفيذي مدح أداء صاحبتها ومدحها على إنها جابت أرباح كبيرة للشركة. كمكافأة أخذت جايزة $1,000,000 لاستوديو تسجيل جديد. جوزها اتكرم كمان بترقية تمدير النجوم في الشركة. بعدين طلب يتكلم، وهو واقف على المسرح أعلن بفخر إنه هو وصاحبة زوجته المطربة بقوا متجوزين رسمي. في البيت السيدة كانت بتتفرج على البث المباشر لكل ده على التلفزيون واتصدمت. كانت زعلانة ومش فاهمة. جريت عشان تواجهها. وفي الوقت ده جوزها والأصحاب مستمرين في التصرف بتهور في الحمام كأن مفيش حد تاني. اللي مش عارفينه إن الرئيس التنفيذي قاعد في الكشك جنبهم. عملت زي ما قلت، قال جوزها مبتسم. حتى لو عرفت إني كرهتها مش هتقدر تتكلم. السيدة سمعت كل كلمة، ولما أصحابها ضحكوا عليها دموعها نزلت وهي بتقول إنها زي كلب مخلص يشيلوا ويدوسوا عليه. لكن الأسوأ جاي بعد كده، وهي سمعاهم بيعترفوا إنهم كانوا بيحققوا فيها كانوا لما حد وزنها يزيد شكلها يتغير عشان يبقى ضعيفة. اتفاجئت، قررت تستسلم للحياة. لكن الرئيس التنفيذي اللي سمع نفس الكلام بالصدفة تدخل، هو مش عايز أصوات زي صوتها بتنفذ ده. عرض عليها يساعدها ترجع كل حاجة خسرتها. وافقت لأنها مش هتسيب الشخصين دول يخرجوا من غير ما يدفعوا الثمن. في اليوم التالي الرئيس التنفيذي سلمها لتوني عشان يبدأوا تغيير شامل. من خلال العرق والدموع